السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم على قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم باحسن احوال ان شاء الله. كما راكم تشوفوا لا فيديو تاع نهار اليوم حنشارك معكم روتين خفيف ظريف، يعني باش كنت درت الفطور تاع اليوم، يعني طاوله بسيطه راح نشاركها معكم. كما راكم تشوفوا هنا كنت نوض الصباح، خملت يعني لا شامبو تاعي هي الاولى، ومن بعد هنا بيبيشان كنت بدلت لها ونقيت لها ودرتها في لابوسات تاعها وخليتها يعني تلعب. كما راكم تشوفوا يعني راهي تضحك معاكم. كما راكم تشوفوا يعني هنا نقول لها ديري لهم باي باي وهي راهي تزغرد. ربي يحفظها ان شاء الله. كما راكم تشوفوا قلت لكم اللي راح نشارك معكم يعني واش راح ندير للفطور. انا كنت اول حاجه بديت بها درت الشوربه. كما تعرفوا كنت في قدرة درت كمية قليلة تاع الزيت، ودرت يعني واحد نص مغرفة هكاك تاع السمن باش نبنن بها الشوربة. درت هنا واحد النص درة هكاك تاع الدجاج، يعني واش كان متواجد عندكم الدجاج ولا اللحم، ودرت عليه هنا راس تاع يعني يكون صغير تاع بصلة. كما راكم تشوفوا درت عليها واحد 4 سنينات تاع الثوم يكونوا ملحيين بلا مسكرجين. درت عليها مغرفة تاع طماطم، كمية تاع الحشيش كما راكم تشوفوا مقطعة. ضفت عليها هنا لي زيبيس درت الفلفل الكحل، درت الملح، درت العكري، درت راس الحانوت، درت نص مغرفة هكاك تاع الفلفل الحار كما راكم تشوفوا. ونقلي الكل مع بعضه على نار تكون قليلة كما راكم تشوفوا باش تتبان معايا هذيك البصلة كامل ويتقلل هذاك الصدر وباقي المكونات. بعد هنا رحت جبت الماء وراح نمرق باش يعني يطيب لي هذاك الصدر. كما راكم تشوفوا يعني هنا مرقت حتى اليد نتاع القدره ديالي، ومن بعد حنا نغطي عليها ونخليها طيب. كي يطيب لي هذاك الصدر يعني قريب باش يطيب تبدا تغلي معايا، نشمخ الفريك. انا كنت درت حبيبه تاع قرعه تكون صغيره وخليتها طيب. ومن جهه تانية جيت نوجد معكم يعني شتتها تاع الدجاج، كنت يعني درتها بطريقه مغايره شويه، يعني ماشي كالعاده، خالفت فيها شويه. هنايا كنت درت في قدر درت كمية تاع الزيت، ودرت نص مغرفة تاع السمن، يعني السمن راح يخلي لك بنة في الماكلة ديالك. درت هذوك طرف تاع الدجاج كما راكم تشوفوا يعني واش كان متواجد عندكم، نقليهم كما راكم تشوفوا هكذا. نضيف عليهم واحد 5 سنينات هكاك تروحوا حتى 6 سنينات يكونوا كبار تاع الثوم. درت شويه تاع راس الحانوت، درت كميه تاع فلفل كحل، درت الملح، ودرت يعني نص مغرفه هكاك الفلفل الحار دريز كما راكم تشوفوا باش تجيني حاره شديد حتى على. ودرت مغرفه يعني ما تكونش مملوءه بزاف تاع العكري. نقلي كما راكم تشوفوا كامل هذاك الدجاج تاعنا في هذيك الدرسه تاع اللي درتها كما راكم تشوفوا لي زيبيس والثوم، يعني باش يدخلوا تاني هذيك التتبيله. ومن بعد هنا راح نضيف نص حبه تكون صغيره تاع بصله، يعني ما نكتروش بزاف هنايا باش برك تقللنا المرقه تاعنا هكذا. نقليها ونمرق بكميه قليله تاع الماء، يعني باش ما تحرقش معايا ديك البصله والثوم كما راكم تشوفوا. نكمل ندخل هذاك الدجاج ديالي كامل في هذيك التتبيله.
وهنا راح نجيب طماطم حبة تكون كبيرة يعني مسكرفجة ولا مرحية ضفتها لها. ومن بعد في الاخير يعني راح نضيف طماطم مصبرة تكون مغرفة صغيرة. نجيب نمرق على هذاك الدجاج ديالي باش يطيب لي كيما راكم تشوفوا، نغطيه ونخليه يطيب على نار تكون قليله. ونروحو نوجدو لي بولات تاع الفيونداشي تاعنا ولا البولي اشي، يعني واش كان متواجد عندكم. انا كنت درت يعني بولي اشي، درت كميه تاع بصله يعني ما تكثرش بزاف، درت المعدنوس يعني كنت دوزنتو درتو دي بولات كيما راكم تشوفوا. درت الملح، ندير الكميه يعني تاع راس الحانوت نص مغرفه هكاك، ندير فلفل كحل، وندير نص مغرفة تاع الحار يعني واش كنت درت في المرق راح نديرو في لي بولات تاع البولي اشي تاعي. هنا درت العكري ولميت بحبة تاع البيض، تقدروا تاني تضيفوا 2 مغارف تاع لا شابلور يعني باش تنطم معاكم وما تزكيكم لافاخس ديالكم. كما راكم تشوفون نخلطها ونديرها دي بولات. بعد ما نديرها كريات كما راكم تشوفوا نروح نرميها ديريكت في هذاك الشطيطحة تاعنا، تكون يعني الجلد ناصف الطياب ديالو. كي تبدا تغلي راح نرمي هذوك لي بولات ديالي. كما شفتوا هنا كنت رميت كامل لي بولات ديالي. ومن الجهه الثانيه رحت لهذيك الشربه ديالي كنت رميت هذاك الفريك ورحيت هذيك الحبيبه تاع القرعه ورميت الفريك وخليتها طيب. ومن بعد هنا عاودت وليت رميت الحميصه في هذيك الشطيطحه تاع الدجاج وخليتها يعني طيب على نار تكون قليله حتى وين تعقد معايا هذيك المريقه وتجيني يعني ما شاء الله يعني جات كي العسل. هنا في الاخير درت مغرفه تكون صغيره يعني ما تكونش مملوءه بزاف تاع طماطم مصبره يعني كبيره، ما تكونش برك مملوءه بزاف، ونخليها طيب وتشوفوا معنا الطاوله ديالنا. ومن جهه تانية هنا جيت نوجد لي طاختولات. كنت درت في غيسيبي 125 غرام تاع زبده تكون طريه، درت عليها نص كاس يعني تاع سكر كلاص. نخدم هذيك الزبده مع السكر كيما راكم تشوفوا مليح. هنا نضيف نص كاس تاع الزيت، ونضيف حبيبه تاع البيض، نضيف 2 ملاعق يكونوا كبار تاع مايزينا. نخلط الكل كيما راكم تشوفوا يعني لاباط هذه راح تجيكم بزاف هايله وطريه. هكذا نخدم مليح هذيك الزبده ديالي وجميع المكونات مع البيض والزيت هذاك. بعد ما نخدمهم كيما راكم تشوفوا نروح نجيب الفرينه وشكاره تاع ليفور باش نبدا نخدم في كيما شفتوا معايا. هنا ضفت الفرينه ونخدمها مليح يعني نلم كامل هذيك العجينه ديالي. يعني خدموا باش تساعدكم يعني بيدكم ولا يعني من الاحسن تستعملوا يدكم باش تعرفوا يعني قوام تاع العجينه. انا هنا كنت نخلط بلا سباتول ومن بعد لميت يعني كملتها بيدي باش نعرف قوام تاع العجينه. كيما شفتوا يعني العجينه كيفاش تلم لموها غير باصابع تاع اليد وتكون يعني طريه، ما تيبسوهاش بزاف باش كي طيب لكم في الفرن راح تجيكم طريه. عندي هاد الليمون تاع لي طاختولات يعني واش كانت واجد عندكم. هنا يعني نستعمل هاد الطريقة خير من نحل ونعاود ندير ونقعد يعني فتحتهم ديريكتومون في المول كيما راكم تشوفوا. فرميتهم مليح على المول هذاك ومن بعد هذيك كنت نحيت هذاك الزائد كامل بالموس من الفوق كيما شفتوا. تحصلوا على هذا الشكل. نكمل كامل الكميه ديالي ومن بعد راح نثقبهم بالفرشيطه كيما شفتوا معايا. هنا كنت عمرت كامل ليمون ديالي من بعد نثقبهم بالفرشيطه يعني باش ما يتنفخوش معايا في الفرن هكذا.
وهنا الفول كنت شعلته يعني مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، ندخلهم نطيبو يعني ما تخليهمش حتى وين يحمروا. فداك الوقت اللي التحتولات تاعي راهم يطيبوا انا نجي نوجد لاكريم. انا يعني حندير لاكريم سهله مهله يعني ما راحش تشد الوقت بزاف. درت هنا نص لتر تاع حليب، درت 2 ملاعق ونص تاع مايزينا، تقدروا تروحوا حتى 3 ملاعق يكونوا كبار يعني يكونوا مملوئين. المهم ضفت عليهم 3 ملاعق يكونوا كبار تاع السكر، يعني هنا السكر يرجع حسب الذوق نتوما والحلاوه ديالكم. انا نخلطهم نروح نحطهم فوق النار ونخلي الكريمه تاعي حتى وين تتقال. يعني هنايا كملاحظه الا حبيتوا يعني الكريمه تاعكم تزيدوا لها لا كريم شونتي يعني باش تخفوها زيدوا لها، يعني باش توليكم لا كريم دبلومات راح تجيكم يعني تانيت بزاف هايله. يعني لكم الاختيار نتوما واش تحبوا. انا خليتها هكا في السامب، يعني خليتها غير بلا كريم باتيسيا. انا في الاخير بعد ما عقدت لي يعني كي راح تشد روحها كي تبرد يعني راح تشد روحها، درت مغرفه تاع الزبده ودرت يعني لاغم تاع الفراوله. يعني واش كون متواجد عندكم تحبوا اي معطر ديروه، تحبوا تخلوها هكاك تخلوها هكاك. انا هنا كنت درت على الفراز لانه راح ندير الفراز من الفوق. على ديك درت الكريمه ذوق الفراوله. كيما شفتوا هنا خليها تبرد. هاملك لي تحت تاعي كيفاش طابو هنا كي نخليها تبرد راح نخرجها يعني من الثلاجة، ولا يعني انا كنت خليتها كنت مزروبة يعني على ديك خليتها في الفريجيدار شدت روحها. المهم يعني تخلوها تبرد ومن بعد ديك كنت ضربيها بالباتور باش تتليسها معاك وتجيك ليس كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نملأ كامل هادوك القوالب ديالي ولا ليمو تاعي ولا التخطيوله تاعي كيما راكم تشوفوا. وانا كنت درت لهم ديكور خفيف، يعني كنت درت الفراوله وجدتهم يعني السهرة تاع رمضان. يعني كيما تعرفوا نازم لي تخطيولات على الطاولة تاع السهرة مع قهوة وكاس اتاي. وهنايا هاي لك الطاوله تاعنا تاع الفطور كيما كنت تشوفوا. هنا كنت وجدت البوراك قليت البطاطا كيما شفتوا معايا. هنا كنت وجدت شلاضه درت يعني حاجه خفيفه. طيبت شوربه كيما راكم تشوفوا ودرت شطيطها تاع الدجاج. يعني شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، جات واحد البنه فيها، جات بزاف بنينه وحاره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. صحه فطوركم.